السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى يا حبايبي هعمل معاكم بقى ايه طريقة عمل المدور، زي ما احنا بنقول في الفلاحين المدور، بس في ناس بقى بتقول اللي هو المعمر. طبعا انا كنت غاسله الرز، دلوقتي هصفي عليه اللبن. زي ما انتم شايفين كده لازم ان انا اصفي اللبن، عشان لو في في عفر ولا تراب او حاجه زي ديت يكون اللبن مصفي، عشان ما ينفعش يكون ما يصفاش. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا بنزل اهوت باللبن بصفيه، زي ما انتم شايفين كده. ما تنسونيش يا حبايب قلبي تحطوا لي لايك ولا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. زي ما انتم شايفين كده اهوت بصفي اللبن. لازم تصفي اللبن عشان دوت لبن جاموس، ولو عندك لبن بقر عادي مش مشكلة. لو عندك لبن بقر ولبن نيدو برضو عادي، بس ما يكون لبن جاموس بيبقى الطعم بيبقى كويس. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. وطبعا بقى هنزل عليها احط الملح بتاعي، ملح ناعم طبعا. اه واقلب واقلب الملح في في اللبن والرز، عشان ما يكونش حته حته عدبه وحته مملحه. لازم تكوني تقلبيه كده بمعلقه زي ما انت شايفه كده. وتاني حاجه بقى هنزل عليه باللي هي القشطه، القشطه اللي هي البلدي. لما اكون جايبه قشطه بلدي من عند الناس الفلاحين يعني وكده، بتبقى تخلي الطعم حلو عن اللي هي القشطه اللي بتبقى في المحلات وكده. اه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. دي القشطه. وبعد كده بقى طبعا هحط شويه زيت. طبعا زيت زيت اللي هو زيت خفيف، مش زيت التموين، لا زيت خفيف. وهحط طبعا برضو بتاع سمنه بلدي او سمنه هولندي او سمنه بقري زي ما تحبي. بس طبعا يكون السمنه البلدي بتبقى تخليها طعم حلو. اه زي ما انتم شايفين ادي الزيت اهو. الزيت طبعا عشان بقى يا بنات، عشان بيحمر وش المدور وكده. ما شاء الله. زي ما قلتلك عندك سمنة بقر عادي، عندك سمنة جاموس عادي، عندك سمنة هولندي عادي. بس انا بحب احط بحب احط اللي هي السمنة البلدي، بتخلي الطعم والريحة ما شاء الله. اه زي ما انتوا شايفين كده. متنسيش بقى يا حبايب قلبي تحطلي لايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد، عشان بقى قناتي طبعا هتكبر. طول ما تحطلي اشتراك قناتي هتكبر. زي ما انتوا شايفين كده ادي السمنة السمنة الجاموس. طبعا جايباها من عند الناس الفلاحين وكده. ما شاء الله. السمنة والله بتبقى جميلة. ما شاء الله. طبعا بقى لازم تحطي له الاشتراك. وادي طبعا وانا حطيته اهوت في الفرن. طبعا الفرن بتولعي بس بتحميه، وتولعي الفرن من تحت، ما تولعيش من فوق. وهو كده كده بيحمر مع نفسه. يعني ما تخافيش وتقولي لا ده مش هيحمر عشان ما ولعتش فوق، لا هيحمر. كل ما كده هتلاقيه يغلي ويقوم محمر على طول. وساعة ما يحمر معاكي اللون اللي انت عايزاه، بتقومي رايحه مهديه بقى وتسيبيه يتلدن بقى مع نفسه، واقوم رايحه جايبه غطا ومغطياه، ويفضل مع نفسه بقى. زي ما انتوا شايفين كده مولعتش من فوق خالص. ما شاء الله. ده الف هنا وشفا على اللي هياكل. فادي بقى وادي بقى يا حبايبي ادي اهو هو بيغلي. زي ما انتوا شايفين كده مولعتش من فوق اهوت،
واحمر مع نفسه وبيغلي برضو. ما شاء الله كله بيغلي. وبيبدأ اللبن ينشف بقى من على الرز. وزي ما قلت لكم هتحمري اللون اللي انت عايزاه، ولا احمر او ولا ابيض او. وبعد كده هتغطيه زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله. ما تنسونوش بقى يا حبايب قلبي تشتركوا معايا في القناه، حطولي لايكات كتير كتير قد الدنيا. وادي طبعا ما شاء الله شوفين اللبن مع السمنه البلدي، بسم الله ما شاء الله، مع الزيت بسم الله ما شاء الله، كله سمين اهو. حطولي لايكات كتير.